حابة حاجة بنينة وتوجد ليه جربي هذو عجيجات السلق بالدجاج رافقتهم مع صلصة الطماطم جو بنة ولا أروع. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة صحية وبزاف بنينة. فوتوا المقادير، نحكموا كمية تاع السلق، يعني نذبلوها في شوية تاع الزيت، نزيدوا لها رشة تاع الثوم ورشة تاع الفلفل الكحل وما تملحوهش. وبعد ما يطيب نحيوه ابار نخليوه يبرد شويه. درت نص حبه بصل مرابيه، مترابيوهاش بزاف يعني خشينه شوي، ونص صدر تاع الدجاج مرحي. نصيحه باش يجيكم الدجاج تاعكم بنين دائما ارحيوه شوي في الخشين، ما ترحيوهش ناعم باش يجيكم فيه الكو تاع الدجاج باين. زدت له رشه تاع الثوم، رشه تاع الكمون، الفلفل الكحل. وهنا درت توابل الدجاج، تقدروا ديروا اي توابل تحبوهم. وما تنساوش الملح، انا ما درتش الملح لانه توابل الدجاج ديجا مالحين، والسلق ثاني كما تعرفوا مالح. خلطتهم وزدت زوج مغارف كبار تاع لا شابلور، يعني لقيت الخليط شويه سائل وليت زدت لا شابلور. سينو نتوما اذا كان عندكم ناشف ما تزيدوش. هنايا نشكل ديبول ومن بعد نرمدهم في الفارينه بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، وروحوا نقليوهم في شويه تاع الزيت شويه تاع الزبده. ما تخافوش راحين يطيبوا يتقلاو، الدجاج اصلا ما فيهش الروح. كيما حطيتكم الوصفه تاع لي بول هذوك باللابيوري قالوا لي مستحيل يطيبوا لك هذوك الكرات تاع الدجاج، طابوا وجاو هايلين. يعني علاش نعمر المقله زيت وانا قادره ندير غير شويه ويطيب لي. انا نحب نربح الوقت، يعني نحط البصله، درت نص حبه بصل اكوتي تتقلى ما بين ما يوجدوا لي ليبول. انا بعد ما تحمروا نحيتهم، وهنايا نكمل نقلي هذاك البصل. بعد ما تقلى لي درت زوج حبات طماطم رحيتهم مليح، وزدت شويه تاع الماء ونخلطهم. هنايا شويه لصق لي البصل هذاك، نتوم عسوه. هنا زدت رشه تاع الثوم، تقدروا ديروا زوج فصوص تاع الثوم يكونوا كبار. زدت رشه تاع الكمون ورشه فلفل كحل، والتوابل اختياريين كل واحد يدير واش حاب. هنا زدت مغرفه صغيره تاع الفلفل الاحمر، ودرت رشه تاع الملح. هنا زدت نص كاس تاع الماء وخليتها تطيب شويه، ومن بعد رجعت هذوك لي بول تاع السلق وخليتهم زادوا طابوا شويه. هذا مكان، وهذه هي النتيجة الرائعة اللي تحصلنا عليها. جو بزاف 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 بنان. جربوهم بهذه الطريقة راح يعجبكم، ما كونش حتستغناو عليهم. واللي ما يحبوش السلق راح يوليو يموتوا عليه بهذه الطريقة، اصلا ما يبانش الذوق تاعو بزاف. واللي يحبوه راح يعجبهم اكثر واكثر. هذه كانت الوصفة تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. جربوها ما كونش حتندموا، وبسلامة الى فيديو قادم.